بناتي الأمارات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهاردة هنعمل فيه عصاج اللحمة. آم، دلوقتي اللحمة غليت جدا، فاحنا عايزين نعملها بطريقة حلوة. اولا يكون طعمها حلو، ثانيا تديني كمية حلوة. بما اني هعمل عصاج اللحمة، فكمان هعمل صينية مكرونة بشاميل معاكم، وكانت بجد تحفة قوي، وفي تريكات كده بعملها فيها، ان شاء الله تستفيدوا من الفيديو. نبدأ دلوقتي بالعصاج. انا جايبة نص كيلو لحمة، بحب احط بصل فيه كتير. البصل لما بتزودي البصل، بس بشرط ان هو يكون مفروم كويس في الكبة، او تكوني بشروه، بحيث ان هو ما يبقاش يعني قطع كبيرة، او اللي ياكل اللحمة ما يحسش انه بطعم البصل يعني، او يكون يعني مدي ريحة كده، ومدي طعم حلو، بس مش باين ان انتي بتاكلي بصل. وكمان بيزود اوي كمية اللحمة يعني. البهارات بتاعتي: ورق لورا، فلفل اسود، ملح جنزبيل، قرفة. خلطة ال11 بهار دي تحفة قوي، انا باخد منها معلقة برضو. هنا على نص كيلو انا اخدت 5 بصلات متوسطين. الكمية كانت حلوة على فكرة، مش كتير يعني، جربي وهتلاقيها حلوة قوي بجد يعني. وعملت معايا اكلتين، يعني نص كيلو عملت منه اكلتين. دلوقتي انا فرمت البصل كويس قوي في الكبة لحد ما نعمته بالشكل ده. وهجيب بقى الحلة بتاعتي او الطاسة، وانزل باللحمة بتاعتي بعد ما الحلة او الطاسة تكون سخنت، علشان ادي اللحمة الصدمة بتاعتها. وبفضل اقلب فيها لحد ما كل اللحمة معايا بتبقى لون واحد تقريبا. وبعد كده بنزل بكمية البصل اللي انا فرماها، البصل المفروم او المبشور زي ما تحبي. وبفضل اقلب كويس قوي، طبعا على نار تكون يعني متوسطة، او يعني ما تكونش نار هادية، عشان اللحمة ما تنزلش مية معاكي. وبنزل بالبهارات بتاعتي: ورق اللورا، والفلفل الاسود، والملح، والجنزبيل، ورشة جوز الطيب، ومعلقة من 11 بهار. بجد بتبقى تحفة وريحتها تحفة قوي. لما قربت تستوي كده، انا نزلت عليها فلفل متقطع، فلفل الوان، وحته جزر، يعني مش جزرايه كامله، يعني نص جزرايه مبشوره، وقلبتها. بصوا الكميه دي من نص كيلو لحمه، وعملت منها اكلتين، وبجد بجد كان طعمها تحفه قوي. وريحتها كانت تجنن بجد يعني. طيب، بما ان انا بقى عملت العصاج، انا ساعات بعمل العصاج في يوم وبشيله، بس انا بالمره قلت هعمل صينيه مكرونه بشاميل. هعمل، بما ان العصاج جاهز عندي، سلقت المكرونه عادي. وجبت هنا حله، حطيت فيها 4 معالق زبده، و4 معالق دقيق، اللي انا بعمل البشاميل يا بنات. سهل جدا. حاولي تخلي مقدار الزبده او السمنه قد مقدار الدقيق، ونقلب كويس قوي بالمضرب كده، ونلم كل الجوانب كده من الحله، لحد ما اللون الدقيق يبقى لون واحد. وبعدين بنزل بلتر لبن، ببقى مزودة عليه كوباية مية من السلق بتاع المكرونة، يعني بشيل كوباية من لتر اللبن، ببدلها بكوباية من مية سلق المكرونة، بتدي طعم حلو قوي بجد. بفضل طبعا ايدي فيه عشان ما يتكتلش مني، بفضل اقلب كويس قوي. وبعدين بنزل بالبهارات بتاعتي. انا بحط معلقة ملح، معلقة فلفل، رشة قرفة، ممكن تحطي جوز الطيب. حطيت كمان قطعتين جبنة مثلثات، او معلقة جبنة كريمي. وحطيت كمان معلقة جبنة موتزاريلا، بتديله طعم تحفة قوي، بيبقى قوامه كريمي. بيبقى اجمل بشاميل ممكن تاكليه. بفضل اقلب فيه لحد ما بيبقبق كده زي ما انتوا شايفين كده، يبقى جاهز. جبت الصينيه بتاعتي، وفردت الطبقه الاولى من المكرونه، وحطيت طبقه من العصاج اللي انا عاملاه التحفه ده.
طبعا بكون حاطه معلقتين او 3 بشاميل على المكرونه الطبقه اللي تحت، وبحط المكرونه بعد كده. المكرونه لما بتبقى اقل من اللحمه ومن البشاميل بيبقى طعمها خطير اكتر من ان انا تبقى المكرونه كتير والبشاميل اقل. فانا دايما بحب انه المكرونه خصوصا الطبقه اللي فوق تبقى اقل شويه، يعني قليله، حتى لو اللحمه باينه مفيش اي مشكله. انا كل ده بيتغطى بالبشاميل معايا بالشكل ده، وبسويه بالشكل ده يا بنات. وسيحت معلقة زبدة او سمنة، رشيتها على الوش كده، وبشرت عليها جبنة تركي. ممكن تحطي عليها جبنة موتزاريلا من فوق. الجبنة دي اختياري، الحاجة اللي انت عايزاها، ممكن ما تحطيش خالص. وبقت بالشكل ده، وبجد كانت تحفة قوي، طعمها حلو. والعصاج بجد بجد ريحته تحفه قوي، وطعمه جميل جدا، والبصل مديله طعم حلو قوي. والكميه دي اتبقت من نص كيلو، يعني انا عملت صينيه المكرونه واتبقى مني الطبق المحترم ده اللي هو ممكن يعمل لي اكله تانية. هشيله في الفريزر واطلعه بعد كده. ممكن اعمل بيه اي وصفه تانية، ممكن اعمل صينيه جلاش، ممكن اعمل صينيه رقاق، زي ما تحبي بقى. بس هي طريقه العصاج دي جربيها، هتعجبك قوي. ولو عجبك الفيديو حطي لايك واشتركي في القناة، وان شاء الله يوصلك كل جديد. واتمنى ان انت تكوني استفدتي من الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.